ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن العشر حلقات الأخيرة من مسلسل الصفارة، وكمان هنقيم المسلسل. وطبعا كالمعتاد حابب ان انا اديكم تنويه صغير كده ان في الحلقات بتاعة رمضان بنتكلم عن الحلقات بتاعتنا بحرية حرق، فممكن تلاقيني باخد شوية في التفاصيل بتاعة المسلسل. وبالتالي لو انت مهتم ان انت تتفرج على المسلسل فانصحك ان انت تقفل الحلقة وتبقى ترجع لها بعد ما تخلص. وبس كده، يلا بينا ندخل على الحلقة. ايه ده؟ مش ده فرعون بتاع فيلم كباريه؟ وانا هضايق نفسي ليه؟ الموضوع ابسط من كده. انا همسح كل اللي احنا فيه ده، سيلكت اول ديليت. خلونا كده بقى نتكلم بشكل عام شوية عن العشر حلقات بتوع المسلسل أو عن المسلسل ككل عامة، يعني في الأول كده بشكل بسيط، وبعد كده هنبتدي نفصص اللي أنا هقوله ده. المسلسل تقريبا كده يعتبر أحسن حاجة كوميدي اتعملت السنة دي، ولكن مش كل المواقف اللي كان بيختارها أو القصص اللي كان بيختار من خلالها يطلع أي نوع من أنواع الكوميديا كانت دايما بتبقى ناجحة، لأن دايما كان عنده مواقف كانت بتنجح جدا وبتهلك الواحد من الضحك، وكان عنده مواقف تانية كتير مقبولة أو كويسة أو تعدي، وكان عنده مواقف تالتة بقى سخيفة جدا وفيها قلش زيادة وكانوا بيطولوا فيها كمان. وبالتأكيد طبعا اللي رفع المسلسل ده من وجهة نظري على الأقل هم أحمد أمين وطه الدسوقي، الاتنين عاملين اللي عليهم بزيادة جدا، وهبقى أتكلم عليهم شوية زيادة واحنا بنتكلم دلوقتي عن الحلقات أو ممكن في الآخر. بس فعلا كان كل واحد فيهم عامل اللي عليه وزيادة، وبالذات طه الدسوقي في القصة اللي كان عامل فيها شعر كيرلي وحاجات كتير زي دي كان جامد جدا ساعتها. فده كده تقدروا تقولوا يعني نظرة عامة سريعة جدا عن المسلسل، ولكن احنا نبتدي دلوقتي نتكلم عن الحلقات من الحلقة السادسة لل 15 بتفصيل شوية. تقريبا كده حوالي نص الحلقة السادسة كان بيحصل تقريبا لسه في القصة بتاعت نونو، واللي هي تعتبر من احسن القصص اللي اتعملت تقريبا، وكانت عجباني جدا بصراحه. ولكن اللي كان شايلها من وجهه نظري كان طه الدسوقي اكتر من احمد امين. وبصراحه القصه دي بالذات او الحته دي من حياه شفيق، الفيرجن دي يعني من حياه شفيق، تعتبر من احسن الفيرجنز اللي اتقدمت هنا في المسلسل، لان تقريبا ما كانش فيها قلش كتير قوي غير يمكن في حته واحده بس، واصلا نسيت اتكلم عنها في الحلقه اللي فاتت، وهي لما شفيق راح لعلاء على القهوه وقعد يقلش عليه. المشهد ده كان طويل جدا وكان سخيف جدا، لكن غير كده القصه دي كلها على بعضها كانت من احلى ما يمكن. بعد كده بقى بنوصل لمنتصف الحلقه وشفيق بيرجع يستخدم الصفارة تاني، والمرة دي بيلاقي نفسه متجوز تقريبا أخت صاحب الشغل اللي هو شغال فيه. والمشهد بقى الأولاني اللي هو بيلاقي فيه نفسه قاعد كده مع الأمهات بتاعة مجموعة من الطلبة اللي بيشتكوا من سلوك أحد أولاده أو من أولاده كلهم تقريبا. بصراحة المشهد ده كله على بعضه كان مسخرة. بعد كده بيطلع يتكلم شوية مع وجيه، وبرضه بيقعدوا يقولوا شوية حاجات كده ظريفة بتضحك والكلام ده كله، وبعد كده بيروح البيت علشان يتعرف على نظام حياته الجديدة ده عامل ازاي. ولغاية هنا على فكرة الموضوع ظريف جدا، والقصة برضه كانت ظريفة جدا، والقصة دي برضه ضحكتني جدا جدا جدا. ولكن مع وصولنا لقرب نهاية الحلقة السادسة بنلاقي مشهد ظريف جدا بيفكرني بحاجة أنا نسيت برضه أتكلم عنها في الحلقة اللي فاتت، وهي مشاهد الفلاش باك اللي بين شفيق الصغير وأبوه. المشاهد دي حاجة كده قمة في اللطافة واللذاذة، اللي بتطلع تقعد دقيقة ولا دقيقتين وبعد كده تختفي، لانها دايما كده بتبقى بتغيم عليها اجواء ان شفيق بيسال ابوه سؤال معين، وابوه دايما بيجاوب السؤال ده بطريقه كده حلوه قوي، وفي الغالب هي اسئله عن الحياه او عن التعامل مع الناس او عن الحاجات اللي زي دي. وبصراحه يا جماعه اللي رافع المشاهد دي جدا بالنسبه لي هو محمود البزاوي. الراجل عامل شويه مشاهد بجد زي ما قلت لكم قمه في اللطافه. وقبل كده في حلقه سوق الكانتو قلت لكم ان الفنان محمود البزاوي عامل كذا اداء السنه دي في رمضان، وتقريبا اداؤه في مسلسل سوق الكانتو ما كانش اداؤه المفضل بالنسبه لي. اداؤه هنا بقى في المسلسل ده يعتبر اداؤه المفضل بالنسبه لي السنه دي، مع اني ما اذكرش قوي ان كنت شفته في حاجات تانية غير المسلسلين دول اصلا ولا لا. بس عامه ما بين الاثنين دول انا اختار اداؤه طبعا في الصفاره، كان حلو جدا ودوره كان لطيف جدا. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان سخافات شخصيه علاء دي من ثوابت المسلسل هنا، يعني تقريبا كده انت لو حاولت تعد النسخ بتاعت حياه شفيق اللي هو حاول يجربها وحاول يعيش فيها بدل القصه الاصليه بتاعته، هتلاقي ان علاء هو في كل مره نفس الغتاتة والسماجه والغلاسه. وبصراحه اصلا حاتم صلاح موصل الموضوع ده بشكل كويس جدا. ودلوقتي احنا تقريبا في منتصف الحلقه السابعه بيطلع لنا فجاه كده مشهد كوميدي فيه رقص واغاني وحاجه لطيفه قوي بصراحه، وبرضه عجبني ما ضايقنيش في حاجه يعني. ودلوقتي احنا في نهايه الحلقه السابعه، واللي فيها بيحصل من وجهه نظري الحدث الاكثر استفزازا على مدار المسلسل كله وعلى مدار ال 15 حلقه كلهم بتوعه، هي لما وهو نايم حد بيحط الصفاره في بقه من العيال الصغيره فبيرجعه تاني علشان يغير تاني في الثلاث دقايق ويروح لحياه جديده. المشكله بقى ان كل النسخ اللي كان عاشها قبل كده من حياه شفيق كانت كلها بيطلع فيها حاجه بايظه، ما عدا الحياه دي لغايه دلوقتي كان متجوز وعنده اسره، وكمان كانت علاقته كويسه بشيرين، وكانوا في منصب اجتماعي مش سيء. فانا من وجهه نظري اعتبرت الواد اللي عمل في شفيق الموضوع ده بصراحه هو فيلن المسلسل بقى. وبعدين ما احنا عارفين ان كده كده كل ده عشان خاطر نقول رساله كويسه في الاخر وخلاص. وبعد كده بقى بننتقل للحلقه الثامنه لما شفيق بيتحول للشخصيه بتاعه المهاتما. لو انتوا تبصوا بقى على موضوع المهاتما ده هتلاقوه تقريبا ماشي نص بالنص، يعني في شويه حاجات تفطس من الضحك وفي حاجات قفيله قوي بجد. المشكله انك هتلاقي الاثنين في نفس المشهد تقريبا. يعني مثلا لو خدنا
كمثال المشهد الاولاني لما كان واقف مع وجيه والرجاله والراجل التاني ده وكانوا قاعدين عمالين يتكلموا مع بعض، والتاني طبعا كان بيتكلم عن شرف العائله المخاطيه، الشيء الغريب اللي هو بيتكلم عليه ده. المشهد ده بالذات لوحده فيه شويه حاجات كده تفصلك قوي، وفيه شويه حاجات تفطسك من الضحك. طبعا الكلام ده كله من وجهه نظري، لان ممكن المشهد يكون فطس ناس تانية من الضحك كله على بعضه كده، لكن انا عندي لو انا فاكر كان في شويه حاجات كده مضايقاني شويه. وبعد ما بنعدي اول تقريبا 10 دقائق من الحلقه الثامنه بنلاقي ان المسلسل هنا جرب يعمل حاجه جديده في طريقه السرد، وده شيء عجبني بصراحه، لاننا لما اتنقلنا للنسخه دي من حياه شفيق في نهايه الحلقه السابعه ما عرفناش هو راح لها ليه، ولكن بعد ما شفنا اول مشهد دون مع العصابه وبعد كده بيرجع اصلا شفيق مع وجيه على البيت، كان المعتاد زي كل نسخه بيسالوا هو ايه اللي حصل من ساعه الحفله. وهنا بقى بنرجع بفلاش باك علشان نشوف ايه اللي حصل جابه على هنا اصلا، اللي هو السيكونس اللي كان موجود فيه في السجن، وده بصراحه بقى ضحكني قوي. مستمرين طبعا مع ظهور مشاهد محمود البزاوي في الحلقات اللي زي ما قلت لكم، وما زلت باكد ان كل مشهد منهم بيبقى الطف من التاني وما زال حلو جدا. ننتقل بقى للحلقه التاسعه مع مشهد برضه في اغاني ورقص وكوميديا من النوعيه دي، وبصراحه هو كان لطيف ظريف، ولكن المشهد اللي قبله لما كان بيرقص ويغني في السوبر ماركت كانت احلى بكتير، بس برضه كانت ما زالت ناجحه وفعاله وكوميديه جدا. بعدها بقى بشويه بيجي المشهد بتاع المهاتما وهو قاعد مع الكبارات اللي كانوا قاعدين دول، والمشهد ده برضه فصلني من الضحك. معلش انا عارف ان انا ممكن اكون مطول شويه في الموضوع ده، ولكن يعني انا بفصص لكم كده علشان اقول لكم ايه الحاجات الظريفه والحاجات اللي مش ظريفه من وجهه نظري على الاقل. بعد كده بقى في نص الحلقه بيضطر شفيق ان هو يستخدم الصفاره مره ثانيه، والمره دي بينتقل لعيشه كده هيبي ستايل شويه. والمشهد بقى اللي ابتدوا بيه اصلا القصه دي يعتبر من ارذل واسخف واتقل المشاهد اللي اتعملت في المسلسل كله على بعض. مشهد كان دمه تقيل جدا بصراحه، والحلقه دي ما فيش عليها كلام كتير لانها اصلا مش من قصصي المفضله اللي اتعملت هنا، وما كانش فيها كوميديا كتير قوي. وكمان موضوع ان هو كان يعني مبهدل الدنيا ومهمل مراته، وانه كان اصلا بيبص لناس تانية كتير بره والكلام ده كله، ما طلعوش منه الكوميديا اللي كنت متوقع انها ممكن تطلع منه. يعني حسيت ان في الموضوع ده فيه شويه ويستد بوتنشال كده، ولكن مش مشكله نعدي. في الحلقات دي بيبقى عندنا ضيف، والضيف بتاعنا هي شيرين رضا، وبصراحه حسيت ان اختيارها مش اظرف شيء ممكن، لان من وجهه نظري هي مش اشطر حد في الكوميديا، او انا اصلا ما شفتهاش بتطلع كوميديا قبل كده. وحتى مشاركاتها في الاعمال الكوميديه زي الحلقه بتاعت الكبير السنه اللي فاتت او اي حاجه تانية كانت تقريبا بتبقى ناجحه لسبب واحد، هي اصلا الافيهات اللي بيقولها اي حد تاني واقف معاها، او رياكشنات حد على افيهات حد تاني واقف معاها برضه. غير كده هي نفسها او وجودها نفسه ما بيضيفش اي حاجه من وجهه نظري للكوميديا بتاعت العمل. ده طبعا ما اقصدش بيه تقليل منها باي شكل من الاشكال، ولكن انا مش شايفها قوي ناجحه في الموضوع الكوميدي. بعد كده بقى بننتقل بعدها بشويه للسيكونس بتاع المسرحيه اللي هو راح يحضرها، والموضوع ده كله على بعضه اصلا بصراحه ما كانش اظرف حاجه برضه، كان غتت جدا من وجهه نظري انا على الاقل. طبعا كالمعتاد مع نهايه الحلقه بتحصل مشكله بتخليه يضطر ان هو يستخدم الصفاره تاني وبيرجع، ولكن المره دي الموضوع بيبقى مختلف وبيعجبني جدا بصراحه، لانه المره دي هو جرب حاجات كتير وزهق، فرجع متعصب وقعد عمال يزعق في الناس كلها، وده بصراحه بقى كيفني لان انا حسيت ان احنا هنروح في حته تانية خالص. بس انا تقريبا دماغي كانت سرحت في بعيد، لان شكيت ان هم هيبتدوا يشرحوا لنا المورال بتاع القصه بدري شويه. وحتى يعني لو على المستوى الكوميدي فده برضو اللي جه في دماغي، ان احنا ممكن نروح لحته تانية خالص يكون فيها جو تاني خالص. ولو احنا بقى بنتكلم على المستوى الكوميدي فاحنا فعلا رحنا في حته تانية خالص، وهي مستشفى المجانين. بشكل مختصر كده عن حلقات مستشفى المجانين لان انا فاكرها كويس بشكل يعني مقبول، انا حاسس بصراحه ان الحلقات دي كلها على بعضها كانت ظريفه، بس ما كانتش احسن حاجه. ممكن يكون من اظرف الحاجات اللي حصلت فيها اصلا هي المشاهد بتاعت احمد امين مع الدكتور اللي كل شويه بينسى حاجه، ده كان موضوع جامد جدا بصراحه. وكمان اصلا في الحلقات دي شخصيه شفيق انا اعتقد يعني ان في مرحله ما هو كان ناسي ان كان فعلا اللي كان بيحصل ده حقيقي ولا لا، نظرا لانه في مستشفى المجانين والناس كلها بتقول له ان الصفاره دي كلام فاضي والكلام ده كله، فهو تقريبا كان مصدق، وكان بدا يشك ان هو اتجنن فعلا في مرحله ما، وان ما كانش فيه ولا صفاره ولا اي حاجه، وكل دي مجرد اوهام في دماغه. انا بقى الموضوع ده كان عامل لي شويه لخبطه بصراحه، لان ما كانش واضح قوي ان كان هو فعلا مش فاكر الحقيقه ولا هو كان بيمثل عليهم علشان يخليهم يمشوا معاه واحده واحده. بس الحاجه الصغيره اللي زي دي مش دي اللي ندقق عليها في مسلسل كوميدي وكمان عنده قصه متماسكه، لان زي ما قلنا طالما في قصه متماسكه ومشاهد كوميديه فعاله او مواقف كوميديه فعاله فانا ما عنديش مشاكل. على فكره ضيوف الحلقه ال11 يعتبروا مش اكتر ضيوف موفقين برضو من وجهه نظري هنا في المسلسل. وفي نهايه الحلقه ال11 الشخصيه بتاعت شفيق بتضطر برضو انها تستخدم الصفاره تاني، والمرة دي على عكس المعتاد بيقف يتكلم شوية مع الراجل اللي كان بيخبط فيه كل مرة. وهنا بناخد تاني أكبر خازوق في تاريخ المسلسل برضو بعد إيه اللي حصل في جمصة. بعيدا عن لغز إيه اللي حصل في جمصة ده اللي أتمنى إن هم يوضحوه في الموسم التاني، لأن يا جماعة المسلسل اتجدد لموسم تاني لو أنتوا كنتوا لسه ما سمعتوش عن الموضوع ده. بس فعلا موضوع الراجل الكبير ده اللي واقف يتكلم معاه وكلنا كنا متوقعين إن الموضوع بقى ليه علاقة بالمورال أو ليه علاقة بإن ده مثلا شفيق من زمن تاني أو حاجة تانية،
ده كله طلع على ما فيش، لان الراجل ده كله كان دوره انه في مره ما هيخبط فيها، هيقف يتكلم معاه يقول له يعني الرضا ارضى بس ما تعملش حاجه تانية. فساعتها في الحلقه ال 12 بينتقل للحياه الغريبه دي اللي احنا شفناه فيها في اول مشهد، كان قاعد بيصطاد. ولو انا فاكر صح برضه فاعتقد ان الحلقات دي كانت الاقل كوميديه، ولكن ما كانش فيها سخافه كتير. يعني الكوميديا فيها من وجهه نظري انا على الاقل ما كانتش فعاله اكتر حاجه، ولكن برضه ما كانتش مليانه بالسخافات والحاجات الرخمه. وبصراحه بقى يعتبر كده من وجهه نظري انا على الاقل يعني احلى حاجه حصلت في القصه دي هي مشهد الحلم بتاع شفيق لما حلم بابوه وهو لابس سوبرمان. المشهد ده كان مسخره بصراحه، والميكس بتاع احمد امين مع محمود البزاوي بصراحه كان شيء جميل جدا، خصوصا ان تقريبا دي اول مره نشوف الاثنين مجتمعين في مشهد واحد مع بعض، لان كل مشاهد محمود البزاوي مع نسخه الطفل من شفيق، فوجود الاثنين مع بعض في مشهد واحد لاول مره في المسلسل كان شيء لطيف جدا وعجبني جدا بصراحه. بعد الحلم بقى شفيق بيكتشف ان هو مش ماشي كل حاجه بنظام صح، لان هو فهم الرساله غلط. انت مهم ان انت تبقى راضي، ولكن انت كده وصلت لمرحله اسمها السلبيه مش الرضا. فبيقرر يرجع يستخدم الصفاره مره تانية، والمره دي بيرجع بيلاقي نفسه عايش حياه فل الفل، راجل غني ومتجوز البنت اللي بيحبها وعايشين حياه سعيده كلهم. والحته دي بقى بصراحه الحته اللي هو بيبتدي فيها القصه دي برده كانت حلوه جدا كمشهد، على الاقل كان بيضحكني، ما بيهلكنيش من الضحك يعني، بس كان خفيف يعني، كان ظريف ما كانش رخم. كان عندنا هنا بقى في الحلقه ضيف شرف من اكتر ضيوف الشرف الموفقين في رمضان ده السنه دي من وجهه نظري على الاقل، وهو الفنان محمد محمود. الراجل ده يا جماعه مسخره يعني، حطه في اي حاجه هتلاقيه بيسلك على طول. طلع هنا عمل دور ظريف جدا، ولكن للاسف ابتدى سيكونس من اسخف السيكونسز اللي موجوده هنا في المسلسل، وهو السيكونس اللي بدا رحله البحث عن عم محمد. للامانه الموضوع في الاول كان يعدي خفيف ما فيهوش مشكله، ولكن قعدوا يطولوا فيه بشكل مش طبيعي، واصلا الافيه ضعيف يعني، انت مش مستحمل ان انت اصلا تقعد تشد وتنط فيه وتعيد وتزيد. للاسف عشان كده طول الحلقه ال 13 تقريبا لغايه لما وصلوا للصفاره في الاخر واستخدمها تاني كانت تقريبا حلقه مش احسن حاجه، بل بالعكس كان ممكن تكون تقريبا من اقل الحلقات واكثرهم مللا اساسا. ولكن مع نهايه الحلقه ال 13 بيكتشف ان هو بيعمل كل حاجه غلط لانه كان بيفكر في نفسه بس، ولكن هنا المره دي هو بيقرر ان هو محتاج يركز على وجيه اكتر. وهنا بنوصل لاخر قصه في القصص بتاعتنا كلها، لما لقى نفسه طالع من السجن وان اخوه شغال تاجر اثار والكلام ده كله، والقصه كلها على بعضها والحلقتين دول كلهم على بعضهم كانوا ظراف جدا لغايه نهايه القصه بتاعتهم. ولكن لو انا فاكر صح الكوميديا اللي فيهم برضو كانت كويسه، ما كانتش سخيفه، ما كانش فيها مشاهد رزله كتير، ولكن برضو ما كانتش افضل القصص من وجهه نظري على الاقل. مع بقى وصلنا للمشهد اللي بيحتاج ان هو يستخدم فيه الصفاره، بيبتدي ان هو يكتشف المورال بتاع القصه بتاعته. وبصراحه حسيت ان هو اكتشفه من لا شيء يعني، ما فيش حاجه قدامه قعدت تشاور على المورال او يعني حاجه كده كانت مخفيه قعد يفكها ويقول الكلام ده كله، هو كان مجرد استنتاج من عنده، وده ما كانش اسوأ طريقه نطلع بيها الموضوع يعني. بعدها بقى شفيق بيرجع تاني علشان يعمل السيناريو الاصلي اللي خلاه يعيش الحياه اللي شفناها في اول حلقه، والموضوع ده بقى المره دي المشهد بيبقى مختلف جدا عن اي مشهد تاني شفناه وهو بيرجع فيه، ولكن بصراحه قدم مشهد هارت وورمنج وكان جميل جدا. واداء احمد امين في المشهد اللي كان فيه في الحمام ده كان رائع، قعد عمل مكالمه تليفون بسيطه كده بس بصراحه الراجل عمل مشهد مؤثر جدا بصراحه. بعد كده بيرجع لنفس النقطه اللي ابتدى منها تاني في اول حلقه، وبيبتدي بقى ان هو يشوف حياته، بدا يرضى بيها وبدا يقرب من شيرين والكلام ده كله. ومع نهايه الحلقه بتيجي التيز الصغيره اللي شفناها دي بتاعه السجاد. فانا بصراحه متحمس جدا للموسم الثاني، لان الموسم الاولاني كان كويس جدا، بس اتمنى ان هم يعلوا عليه كمان، لان الموسم الاول كان فيه حاجات رخمه وحاجات ظريفه. الحمد لله الحاجات الرخمه ما كانتش كتير قوي، ولكن برضه ما كانتش قليله. القصه حلوه ومعالجتها كويسه جدا، و100% انجح واحسن مليون مره من فيلم كليك اللي اصلا مقتبسه منه الفيلم. يعني من الاخر كده بصراحه الناس دي كلها كده كانوا عاملين حاله جميله قوي مع بعض، وده اللي يخلي تقييم النهائي لمسلسل الصفاره كله على بعضه 7.5 من 10. المسلسل زي ما قلت هو يعتبر فعلا احسن عمل كوميدي، مع العلم ان انا بدات اشوف مسلسل جت سليمه لان اول حلقه نزلت منه امبارح، والانطباع الاول خلاني اقول ان فعلا المسلسل ده يعتبر لغايه دلوقتي اظرف مسلسل كوميدي السنه دي. لسه بقى احنا معانا 15 حلقه تانيين مع جت سليمه علشان نشوف ان كان الكلام ده هيتغير ولا لا، ولكني اشك بشكل كبير. بس كده دي كانت كل حاجه عندنا عن مسلسل الصفاره. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالحلقه، وبعتذر جدا لو كنت طولت عليكم، ولكن اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا، ولو استمتعتوا يا ريت توضحوا لي ده تحت في التعليقات بتاعتكم، وتقولوا لي برضو رايكم عن المسلسل. ما تنسوش بقى في السريع كده تبقوا تعدوا على اللايكات اللي موجوده تحت واللينكات اللي موجوده في الديسكربشن. وبس كده، كان معكم مره من مره ريفيوز، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.